بعد كده في طبعا عندنا مش موجود ليمون، وعايزه اغسل بانيه او اغسل فراخ او اغسل اي حاجه زفره. عندك طماطمايه طريه او قربت تبوظ، اغسلي بيها وجربي وهتدعيلي، الفكره دي خطيره جدا. عندي هنا الزيت، اول ما بنجيبه كده بالشكل ده بنجيب الحته اللي فوق ما نرميهاش، نقلبها، نشدها ونقلبها ونحطها في الازازه تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومش هتكب معانا الزيت، هتبقى حاجة كده ضعيفة، وتبقى ما تكبش معاك الزيت كله مرة واحدة. ودي حاجة سهلة جدا، حاجة بسيطة. عندنا هنا لو عايزين تحافظوا على الايد بتاعة اواني التيفال عشان ما تبص معاكي وتبقى سهلة، هتلف عليها ورق فويل زي ما انت شايفة كده. البصل لو عايز تقطعيه جوليان او جوانح زي ما انت شفتيه، هتقطعيه كده بالمبشرة، سهلة جدا وبسيطة. البطاطس بنقطعها واحدة واحدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتاخد معانا وقت. بكل سهولة هتقطعيها، اسهل وابسط بالطريقة دي. هتجيبي كذا واحدة مع بعض وهتقطعيهم بالسكينة بالشكل ده مع بعض، يطلع معاكي صوابع مظبوطة وهتوفر معاكي وقت بكل سهولة. لو لسه معايا دلوقتي انزلي اعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل افكار جديدة بإذن الرحمن في الفيديوهات الجاية.